نشرت المجلة الأسبوعية الفرنسية شارلي إبدو الجزء الأول من سلسلة تتناول السيرة الذاتية للنبي محمد برسوم كاريكاتورية. المجلة الأسبوعية اعتبرت السلسلة التي تحمل عنوان حياة محمد عملا تربويا أنجز بعد الكثير من الأبحاث. الديانة الإسلامية هي الديانة الثانية في فرنسا من حيث عدد الممارسين للشعائر، ولا أحد يعرف سيرة الذاتية لمحمد ولا عن الإسلام. إنها ديانة تثير خوف الكثيرين لأننا كلما تحدثنا عنها نتحدث عن التفجيرات التي تنفذها أقلية. كان علينا أن نبدأ بالتعريف بمحمد وبالإسلام قبل أن نسخر منهما. شارلي إبدو المعروفة بخطها التحريري الاستفزازي نشرت عدة مرات رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، واعتبرت ذلك دفاعا عن حرية التعبير. وفي عام 2011 أحرقت مكاتبها وتعرض موقعها الإلكتروني للقرصنة بعد أن نشرت عددا بعنوان شريعة إبدو.